سلام خاطب قضايا بتاعت وجو يستوزروا في السلطة لمصالح شخصية لحاجاتهم الذاتية، وقاعدين وفي دارفور ما حصل، كأنه ما حصل أي سلام، بل الوضع ازداد سوء في دارفور وفي جبال النوبة وفي النيل الأزرق. الإشكالات اللي بتحصل في دارفور وفي مناطق الصراع كلها عبارة عن تمسخرات لمشكلة جذرية موجودة في الدولة السودانية. المستعمر وضع بعض الأشياء عشان يعمل كنترول للدولة السودانية، وبعد ذاك النقب ما قدرت تستغل الوضع عشان تأسس لدولة سودانية غالسة، ومشت بنفس سياسات المستعمر، بل أضافت من عندها بعض الأشياء، وده بعد ذاك أفرزت تمرد في جنوب السودان مع بعد الاستقلال مباشرة، وبدت تمرد في دارفور عموما. فكرة مشكلة دارفور حاليا ودار مساليد عموما بدت بتسليح بعض المجموعات العربية. نحن ما بنقدر نقول كل المجموعات العربية، وللأمانة والتاريخ في مجموعات عربية رفضت تشيل سلاح في دارفور، لكن صلحوا بعض أبناء المجموعات العربية وبدت بفكرة أنباغة يعني زول ما مميز كان بدوم سلاح بطريقة عشوائي، ومشى لفكرة الجنجويد، وهس المسحر الكلي لشبل الدولة هناك في دارفور هي مسحر يعني ممكن تقدر تسميها انه ما في اي سيطرة لحكومة او سلطة حاكمة. يعني كل الاحداث دي هي عبارة عن خطط ممنهجة لإضعاف حاليا عندها هدفين رئيسيين. الهدف الاول هو إضعاف المجتمعات اللي في مناطقها في موارد كبيرة جدا متمثلة في الذهب واليورانيوم والفضة والمياه العذبة، ودي عندها علاقة بمرتبطة مع شركات دولية عبر الخالات يعني مخصصة في يعني سرقة موارد الشعوب الأفريقية تحديدا، ودي بتعمل كونترات مع الميليشيات بتاع الدولة. الهدف الثاني عندها علاقة بالتغيير الديموغرافي اللي اليوم الليلة مصر على حتى الحكومة الانتقالية على انه تبيد بعض المجموعات الأفريقية بحيث انه تصهر مظاهر الدولة السودانية كدولة عربية وكده، نفس الأقلية بتاعت الهوية مربوطة. وبالتالي المشاكل اللي بتحصل الناس بيربطوها بجوانب قبلية. أنا أفتكر الجوانب القبلية ما عندها علاقة بالجانب ده، لأنه المجتمعات دي إذا رجعنا ل 100 سنة لورا 80 سنة لورا كانوا متعايشين ومنسهرين ولحد يوم الليلة كمواطنين. يعني أنا هسي أقول لك أرينا أصدقائنا الناس الواعيين والناس الجزريين والمثقفين من المجموعات العربية هم ذاتهم معانا في نفس الفكرة، إننا كيف نتصالح ونتعايش مع بعض مش في دارفور فقط، في كل أنحاء السودان. وبالتالي نفتكر إنه مسألة التعايش ممكن يكون موجود، لكن ما لم الحكومة يعني تنئي عن سياساتها الكلية بتاعت الدولة المركزية وتخلي الإشكالات التاريخية اللي هو مرتبط بها بمصالحها، ما ممكن يكون في أي سلام في دارفور. يعني كافة شباب السودان نقدر نوعي المواطنين بسياسات الدولة. الدولة قاعدة تعمل شنو في دارفور، قاعدة تعمل شنو في جبال النوبة، قاعدة تعمل شنو في النيل الأزرق، قاعدة تعمل شنو في مناطق السودان كلها، في الشمال في الوسط في أي حتة. نوعيهم أولا. ما لم المواطن يوعى ويعرف وما ينفذ الأجندة بتاعت الدولة المركزية، ده يعني احنا كده بكون حسمنا الدولة المركزية، لأنه ما في آليات وما في أدوات بتنفذ له سياساته في دارفور ولا في جبال النوبة ولا في النيل الأزرق. أنا بفتكر إنه أي زول برتكب جريمة في دارفور باعتباره مجرم. المجرم ما عنده أي انتماء ولا موجود في أي مكان، الناس مفروض يحاكموه. يعني أنا أخويا الليلة لو برتكب جريمة قتل مفروض أحاكمه في أي مكان. في جبل مون المجموعات المشت استباحت المنطقة معروفة بالنسبة للناس، والمجموعات الموجودة في جبل مون مجموعات مختلفة أكثر من 21 قبيلة، فكيف يكون في مشكلة قبلية يعني؟ فدي كلها مجموعات ونقب ارتبطت مسارها مع الدعم السري، ارتبطت مسارها مع الانقلابيين بشكل عام، فبقت ما عندها طريقة إلا تمشي في الخط اللي وضعوا الانقلابيين في مصالحهم العليا وتدافع عنهم بعيد من النقب والجماهير. الجانب الثاني الجانب بتاع المسؤولية. إذا قلت أنت المشكلة دي مشكلة قبلية، الدولة هل ما قادر تحمي مشكلة قبلية؟ تحمي المواطنين كيف؟ كيف تكون عندها سيادة وطنية بياتوا معيار؟ وبالتالي هنا بكون الدولة فقدت سيادتها، وبالتالي قتل المواطنين الأسد لا يمكن أنت تطلع من المسؤولية الجنائية والمسؤولية الأخلاقية من المجتمع الإقليمي والمحلي والدولي وتصف المشكلة بأنها مشكلة قبلية بين العرب والمسالين. الجانب بتاع الإدارات الأهلية،
ما ممكن الإدارات الأهلية كل مرة كل قتل واستباحة يجي يستبيحوا كل المنطقة اللي فيه 500 قبيلة قاعدين سوا، يجي يقولوا لك أن احنا عاملين صراع أو عاملين هدنة أو عاملين وقف عدائيات ما بين العرب والمساليك لمدة 6 شهور. بعد 6 شهور تاني تجددوا العدائيات تاني هتقتلوا الناس. إذا أنتوا ذاتكم مشاركين في السياسات بتاع قتل الناس. بتجي تقولوا لنا الإدارات الأهلية ما عندها حزب، أي رئيس جاء ماشي معاه. الرئيس ده عنده سياسات ديكتاتورية، أنت تمشي معاه كيف؟ تمشي مع سياسات دكتاتورية وترضي شخص واحد مقابل مجتمع كله؟ لأنه المبادرات زمان قبل 50 سنة ولا 60 سنة حسب التاريخ اللي قريناه كان رجال الإدارات الأهلية والناس اللي عندهم أعراف وقضايا بتاعت بيت التين وبيت الراكوبة وخيره كان بتحل المشاكل كبيرة. لكن هسي لأنه ما في مصداقية، في فقدان بتاع الثقة، والإدارات الأهلية وكل الناس اللي بيتحركوا وفق مصالحها. السلام، مطلوبات السلام نحن بالنسبة لنا بيحتاج أول حاجة لخلق مناخ، أول شيء لخلق مناخ، ودي عندها علاقة بإعلان الثقة. يعني في مطلوبات بتاع الثقة، أول حاجة الدولة تكون صادقة، يعني تكون صادقة في إنه مفروض نتناقش مع المجموعات الحاملة سلاح وزن قضايا بتاعت السودان، مش وزن مصالح بتاع حكومات أو أحزاب أو الحركات. وحتى الحركات المفروض تتفاوض ما ممكن تتفاوض وزن مصالحها هي، لا، لازم تكون متفاوضة وزن مصالح السودان اللي بيحقق السودان كله. عشان كده سلام بتاع جوبا أو اتفاق جوبا جات ميتة، لأنه الاتفاق اتبنى على شنو؟ مصالح النخب بواسطة اتفاق ما بين رؤساء الحركات والسلطة القائمة سواء كان مع الدعم السري ولا الجيش، لكن ما عندها أي علاقة بالنازحين ولا اللاجئين ولا المواطنين ولا قضايا الدستور ولا القضايا الانتقالية ولا التعداد السكاني ولا قضايا التنمية. ما عندها أي علاقة بالكلام ده، عندها علاقة في إننا كيف نستمر في السلطة وبياتوا آلية نستمر في السلطة. وبالتالي جوبا جات وقتلت أحلام الشباب اللي عندها علاقة بإنهم دارين يبنوا دولة سودانية عندها علاقة بالحرية والسلام والعدالة، اتحولها لدولة ديكتاتورية اتحالفت مع العساكر، لأنه دي هدفها الرئيسية. النقطة الثانية اللي أنا داير أتكلم فيها هنا في الجانب ده هي نفس القضايا المطروحة في كل الاتفاقيات حاليا، هي نفس القضايا بتاعت الجيل، نفس قضايا الجيل. فالجيل الحسي اتكلم ودعم، وأول ناس مرقوا وخاطبوا وعملوا مواكب على أساس إنه بيطالبوا بالسلام وين السلام وين، لكن اتغزلوا وندموا إنه كانوا طالبوا بسلام جوبا، وجوبا جات لأنه حتمت أعمالهم ورجعتهم في المربع بتاع الدكتاتورية وهاربت أحلامهم اللي كان بيحلموا به في إنه يكون في سودان حر ديمقراطي هم بيتمتعوا به كأبناء الشعب السوداني والجيل الجديد. يعني كل المعاناة الهسي قاعدة في دارفور بسبب التمرد الحصل المفروض يحقق أهداف الشعب السوداني كلها، ما أهداف بتاعت ناس ولا أفراد، لكن هم جايين انكفوا وجو دخلوا السلطة، بل إنما السلطة البسيطة بتاعت الدولة المدنية واللي ناس يتمتعوا بها خلال السنتين الماضية، يعني كل السودانيين حسوا بإنه كان في حرية حقيقية، هم بتحركوا بعملوا مناشطهم الثورية والثقافية والفكرية، وجو وطوالي سرعان ما اتحالفوا مع العساكر وعطلوا المسألة دي تماما. نعمل على توعية السودانيين كلهم بحيث ما نفقد دار مساريت، لأنه الآن عندها وثيقة بتاعت اتفاقية جلاني ممكن تنفصل في أي وقت يعني، وممكن جبال النوبة تطالب بحق تقرير المسير، والشمال ممكن يطالب بحق تقرير المسير، وبالتالي السودان يتجزأ إلى دويلات مختلفة ويصل ل10 دولة ولا 15 دولة. وده نحن ما دايرينه كجيل، دايرين نحافظ على السودان ده دولة موحدة، دولة ذات سيادة، زي ما حصل يوم من الأيام في شمال السودان عندما يعني أصحاب النخب ديل مش عملوا سدود قاتلة لأهلنا في الشمال، سد سدال وكجبار وسد الشريك. يعني هنا كنا في تجمع روابط طلاب دارفور، أول ناس وقفنا لأنه بنفتكر إنه الشمال دولتنا ووطننا وعرضنا بندافع عنها، ما لأنه الحاجة تتوزع جغرافيا وتدافع لأسرتك وقبيلتك وإلى ذلك، لا، السودان ده كلها أرضنا. شغالين ليل ونهار في انهم يفتتوا قوى الثوره، شغالين ليل ونهار في انهم يجزوا قوى الثوره، شغالين ليل ونهار وبيدفعوا اموال طائله ودخيله جدا في انهم يفرتقوا قوى الثوره، لانه ده الجيل الوحيد اللي يمكن عليه متناسي القبليه، متناسي الطائفيه، متناسي الارقيه، جيل بيحلم بسودان حر ديمقراطي فيه تحول مدني سلمي، فيه
ممارسة بتاع الديمقراطية حقيقية في تداول سلمي للسلطة والثروة.